السلام عليكم الإخوان في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الأسباب ديال تراجع نتائج ريال مدريد من بعد الانطلاقة الكبيرة، وشنو هو سبب ضعف ريال مدريد في المواجهات القوية. يعني خسرت ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، وخسرت ضد أتلتيكو مدريد في الديربي، وخسرت أيضا ضد ليفربول. يعني الفرقة كانت كتعاني هذا الموسم. غادي نشوفوا شنو هما الأسباب ديال الخسارة، واش في مدرب تشابي ألونسو ولا في العناصر ديال الفرقة. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش معك واحد لايك، بارطاجي الفيديو مع صحابك باش نستمروا في المزيد، وخلي معك شي متابعه الى عجبك المحتوى. وغادي نبداو من الاسباب، وغادي ناخذوا الماتش اللي داز كافضل مثال نقدروا نبداو به، وهو ديال رايو فاليكانو. الماتش اللي تعادلت فيه ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، يعني راه ما خسرتش، خرجت بنقطه، ولكن الجماهير ديال الميرينغي راه ما كترحمش. يعني وقت تخرج انت بنقطه ما كيعرفوش هما نقطه، الفرقه دايره انطلاقه قويه، خاصك تبقى غادي بهذاك الريتم. وكيبان لهم حتى ان الفرقه ما قادراش تصنع فرص. يعني الاسلوب اللي كيلعب به تشابي الونسو كتنقصو حاجه وحده. شنو هي الحاجه اللي كتنقص هذا الاسلوب؟ وهو مهاجم قناص. يعني تشابي الونسو خاصو تسعود حقيقي، ما كنهضروش على مبابي وهذاك الشيء اللي كيدير. هذاك الشيء اللي كيدير كيليان مبابي غير اجتهاد نفسي، ولكن كنهضروا على لعاب كتسعود، لعاب تسعود حقيقي تخلق باش يلعب في هذاك البوست. وابرز مثال هو ايرلينغ هالاند. يعني اي فرقه في العالم كيخاصها يكون عندها لعاب بهذيك الكاليتي وبهذيك الجوده. بحال مثلا في الموسم اللي حققت فيه الريال الخماسيه مع انشيلوتي، شكون كان عندهم؟ كان عندهم خوسيلو، اللاعب اللي دخل ضد البايرن ومارك الجبيوتا، وهذوك البيوتا هما اللي اهلوا الريال الفينال. هذا هو النوعيه ديال المهاجم اللي خاص ريال مدريد حاليا. عندهم غونزالو غارسيا دار مباريات كبيره في كاس العالم للانديه، ولكن المدرب ما كيتيقش فيه. علاش؟ الله اعلم. اصعب مهنه في العالم هي انك تدرب ريال مدريد. علاش؟ لان الاداره كتدخل في القرارات ديال التشكيل الاساسي. كيف ما كتسمع، الاداره كتدخل في التشكيل الاساسي. شنو الاسباب اللي كتخلي الاداره كتدخل في التشكيل الاساسي؟ بيريز كيهمو غير لي سبونسور، خاص الفرقه تجيب اعلى عدد ديال لي سبونسور. يعني ما يمكنش وقت فينيسيوس ما يديرش ماتشات قويين ويكون لاعب عادي ويدير اداء اللي ضعيف بزاف، ولكن ما يقدرش يجلسو، غادي يتفرض على الفرقه. علاش؟ حيت فينيسيوس من اللعابه اللي كيديروا ضجه واللعابه اللي كيتصدروا دائما الصحف. يعني وقت ما يديرش ماتشات مزيانين ما يقدرش يجلسو، وهذيك الشيء علاش كنشوفوا بزاف ديال اللعابه في ريال مدريد مهمشين. وثاني مثال هو جود بيلينغهام. ما يقدرش دابا تشابي الونسو يجلس جود بيلينغهام. الا لاحظتوا من نرجع من الاصابه بيلينغهام هو كيلعب اساسي، واخا ما يديرش شي ماتشات مزيانين غيبقى يلعب. علاش؟ حيت بيلينغهام من اللعابه اللي عندهم تاثير خارج الملعب. هاد اللعابه عندهم تاثير على الماركات وعلى الشراكه اللي دايره ريال مدريد مع بزاف ديال الشركات. وهذا الشيء من اسباب ديال تراجع ريال مدريد هذا الموسم، لان كاين شي خيارات مفروضه على تشابي الونسو وما يقدرش يغيرهم، وخاصو يلعب بيهم، فرضهم عليه الاداره. دابا غير بيني وبينك، واش تشابي الونسو يقدر يجلس كيليان مبابي؟ راه ما يمكنش يجلس كيليان مبابي ولا يجلس فينيسيوس، راه ما يمكنش. ولكن اللعابه اللي عندهم تاثير قليل من ناحيه الاعلام، مثال رودريغو يقدر يدير ماتشات كبيره، واللاعب حنا عارفين الامكانيات ديالو، ولكن الفرص اللي كيتعطوه قليله. لاعب بحجم رودريغو، لاعب اللي كان حاسم في بزاف ديال الماتشات. ومن غير هاد الاسباب كاين اسباب اخرى في الخطه ديال تشابي الونسو. بالنسبه للناس اللي كانوا متبعين الدوري الالماني ومتبعين تشابي الونسو من شحال هادي، راه غادي يعرفوا بان تشابي الونسو كيعاني دفاعيا مع باير ليفركوزن. يعني اغلبيه الماتشات مع باير ليفركوزن راه كيسجل وكيستقبل. علاش؟ بسبب البلوك الطالع. يعني هو بحال نفس العقليه ديال فليك، ولكن بواحد الحذر. لوبجيكتيف ديال المدرب هو يماركي بزاف ديال البيوت وخا يتمارك عليه بيت. هادشي اللي كان مع باير ليفركوزن، كان كيغامر بزاف للقدام. ولكن دابا مع الريال الا لاحظتوا راه ما كيلعبش بهذه الطريقه. حتى الاظهره مع باير ليفركوزن الا رجعتوا للموسم اللي فات، لا غريمالدو لا فريمبونغ، راه كانوا عندهم مساهمات ديال الاجنحه. غريمالدو راه كان مسجل 10 الاهداف وعاطي 10 الاسيست، يعني 20 مساهمه من ظاهر في موسم واحد. راه اظهره في كارير ديالهم يلا واصلين لهاد الارقام. كنهضر على اظهره اللي كبار في كوره. يعني المدرب حاول يخدم على المنظومه الدفاعيه ويصلح الاخطاء ديال كارلو انشيلوتي الموسم اللي فات، ولكن ريال مدريد حاليا كتعاني من اخطاء اخرى، وهي في الكرات العاليه. من الموسم اللي كان معاهم كارلو انشيلوتي، والريال مازال كتعاني من الكواري العاليه، من الركلات الحره ومن الضربات الثابته.
اتلتيكو سجلت عليهم 3 الاهداف عن طريق كرات ثابته، ليفربول سجلت عليهم هدف الفوز عن طريق كره ثابته، وبزاف ديال الامثله وبزاف ديال الفراقي ماركاو على الريال عن طريق كره ثابته. يعني الفرقه خاصها تخدم على هاد نقطه الضعف. الفرقه ما خصهاش تبقى تستقبل البيوتا من الكرات الثابته، لان الكرات الثابته راهم كيشكلوا فريق في المباريات. وايضا الفرقه ما كتماركيش من الكرات الثابته، نادرا فين كتماركي الريال من كره ثابته. يعني تقدر تلعب 20 ركنيه يلا تسجل هدف ولا ما كاينش. تشابي الونسو مازال قدامه واحد الخدمه كبيره، لان تدريب الريال ليس بالامر السهل. ريال مدريد فرقه صعيبه باش تدربها، حيت الريال فرقه ديما كتنافس على الالقاب، والجماهير ديالها راه ما يقبلوش ليك تخرج بتعادل، التعادل اللي كتعتبر خساره عنده. السؤال المطروح، واش ريال مدريد قادره ترجع وقادره تصلح الاخطاء ديولها؟ وايضا واش تشابي الونسو قادر ينجح في هذه المهمه ويدرب النادي الملكي ويقود الفرقه للفوز بالالقاب؟ خلوا لنا راي ديالكم في التعليقات، والى عجبكم الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه وبارطاج الفيديو مع صحابك. تهلاو.